السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ معاكم اميرة عبد العزيز. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المعصفر. والليمون المعصفر ده يا جماعه من الحاجات اللي احنا بنحبها جدا جنب الاكل. هنعمله النهارده مع بعض بطريقه مختلفه وسهله، مش هنعمله مسلوق، هنعمله بطريقه ابسط من كده بكتير. تابع الفيديو علشان تشوفي طريقتي في عمل الليمون المعصفر. تعالي بقى نشوف مكوناته ايه وهنعمل ايه. عندي ليمون، وعندي فلفل احمر وملح واصفر وحبة البركة، وعندي عصير ليمون. وطبعا مش هنرمي القشر، هقولك هنعمل بيه ايه. وانتي بتنقي الليمون هاتيه ليمون جامد واصفر، وتكون قشرته تخينة وناشفة مش ناعمة، علشان احنا بناكل القشر ده في الليمون المخلل. وبعد ما تشطفي الليمون وتنشفيه هتقطعيه بالشكل ده. الفلفل الاحمر ده يا جماعه نوعيته حلوه جدا، بيبقى شكله جميل جدا في التخليل. وممكن لو عايزه تضيفي اخضر برضو ماشي. هنقطعه طرنشات بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل الخلطه اللي هنحشي بيها الليمون. 3 معالق حبه البركه، ومعلقتين بقى من العصفر. عايزه تزودي زودي حسب الكميه اللي معاكي. معلقتين كبار من العصفر، ونحط بقى من 5 معالق ل6 معالق ملح، ونبتدي بقى نخلطهم كويس جدا. والطريقه دي سهله جدا وسريعه وما بتاخدش منك وقت ولا مجهود. لو جربتيها مش هتعملي الليمون غير بطريقتي دي. وهنبتدي بقى نحشي الليمون بالشكل ده، ونرصه في البرطمان النظيف الناشف بتاعنا. وما بين كل طبقة والتانية نحط الفلفل بتاعنا ونكمل بنفس الشكل. بعد بقى ما رصينا الليمون وملينا البرطمان بتاعنا بالشكل ده، هنبتدي نسقي الليمون بالعصير بتاع الليمون اللي احنا عملناه في الاول لحد ما نغطي كل الليمون بتاعنا. ونحط بقى من فوق قشر الليمون اللي احنا قلنا مش هنرميه في الاول، ونضيف نص فنجان زيت علشان يعمل طبقة عازلة ما تخليش الليمون يعمل عفونة وريم ابيض. وباقي قشر الليمون هنخلله في برطمان تاني. ودلوقتي هنقفل على الليمون باحكام ونسيبه لمدة شهر، وتفتحي عليه وتاكلي بألف هنا وشفا. يعني هتفتحيه في رمضان، ورمضان قرب. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. شكله تحفة جدا ما شاء الله، والوانه تفتح النفس. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك حطي لايك واشتركي في القناة علشان تشوفي كل الفيديوهات القديمة والجديدة بكل سهولة. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.